نسوي ردة فعل على إشاعات اللي طلع بين شامي وقمر الطائي. تمام، فراح نشوف هل عن جد هم في علاقة الحب أنه مجرد إشاعة. طبعا في أخبار على أساس تمام موثوق 100% أنه شامي خطب من وحدة اسمها لين شامون. تمام، فراح نتأكد من هي كمان، وراح نتأكد أنه هل عن جد قمر الطائي والشامي خطبوا أو ممكن في علاقة الحب ولا لا. فمع بعض خلينا نشوف. تمام، أول شيء خلينا نتفرج على بس مباشر تبعيتهم. قمر طائي تغني تركي. Gülüşün bile yeterdi bana. Ben geldim sana ama engeldi zaman. Kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ağladım hiç gülemedim. Son çare bu aşkımıza. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana. Sevgilim yazdım son satır bu sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. بس مباشر. طبعا البث يا جماعه مقطوع منا. تمام، هون الفانزات الشامي كان عم بيكتبوا للشامي انه قمر بتعرف تغني وصوتها كتير حلو. فهون الشامي كان طالب من قمر انه غني غنية. فقمر طاي قالت له انه انا صوتي مو زيادة. تمام، بس من انه فانزاتي بحبوا صوتي قالوا لي انه صوتك حلو. قام قالت له الشامي تمام عادي غني لنا غنية. قام قالت له انه انا ما بعرف اغني غير غنية تركية. قام قالت له تمام وغنت هاي الغنية بيرجل الشامي. تمام، ان شاء الله نطقتها صح. وخلينا هو نشوف من مصدر موثوق انه الشامي خطب. هي اخبار موثوقة يا جماعة. تمام، كتابة هي. علمت من مصدر موثوق ان الفنان السوري النجم قد احتفل بخطوبته على آنسة لين شاموت قبل 10 أيام في أجواء راقية وخاصة أقيمت داخل منزل عروسة بحضور أهل وأقارب من طرفين. طبعا يا جماعة هي أنا عندي عقل. تمام، العقل إذا شامي خطب ليه ما طلع حكى لفانزاته على أساس إنه هو ما مخبي شيء. واحد اثنين كمان ممكن يكون مصدر غير موثوق لأنه هلا حاليا كتروا. أنا فيني كمان أسوي مثل هي على الفوتوشوب، بسوي فيديوهات بالمونتاج والتصاميم. تمام، فخلينا نتأكد. خلينا بس نكمل. الخطوبة جاءت ثمرة علاقة عاطفية ناضجة بدأت منذ أكثر من عام. واو. تميزت بالصدق والاحترام العميق بين الطرفين ما منحها خصوصية لافتة ومكانة مميزة في القلب. كل منهما الحب الذي جمع الشامي ولين لم يكن عابرة بل حمل ملامح شراكة حقيقية. طبعا إذا الشامي خطب وهي الصفحة عرفت، طب ليش بس هي الصفحة بالذات؟ ليش ما حدا تاني عارف إنه الشامي خطب؟ ما بعرف، ممكن إذا الشامي خطب ألف مبروك، لأنه الزلمة عن جد تعب كثير بحياته. صح إنه أغانيه 3/4 وأنا ما بفهم من الكلمات، ولكن الشامي تعب. ما تعب الزلمة كثير بحياته بمسيرته المهنية كفنان. تمام، كفنان مطرب تعب لحتى وصل اللي بده إياه. تمام، ولسه عنده طموح أكبر من هيك. هو ما بيقدر هلا حاليا انه يخطب ويتجوز، او ممكن يكون يقدر ولكن عنده طموح اكثر. اذا خطب نتمنى له خير والف مبروك يا شامي اذا خطبت، ولكن ممكن يكون اشاعات. خلينا نشوف فيديو. تمام، عم بيسأل الشامي، مقابلة مع الشامي عم يحكي انه على الزواج والخطبة. دايما بيطلعوا عليك اشاعة ارتباط بمدري مين. اخر فترة قالوا مع اليوتيوبر العراقية قمر الطائي. ما بعرف شو صاير بالسوشيال ميديا، يعني صاير محور اهتمام العالم الزواج والعلاقات والارتباط، علما انه هذا الشيء نوعا ما بعيد عن نحن شو بنقدم. فهمت شو قصدي؟ يعني انا الاشاعات ما باخذها بعين الاعتبار ولا بتأثر علي، بس انه انا بالنسبة لي عندي كتير اشياء اهم ومحورية اكتر بكتير احكي عنها واقدمها على منصاتي. وبالاضافة انه قمر رفيقتي وحبيبة قلبي وبحبها كتير، بس هي مثل اختي يعني. بالإضافة إنه قمر رفيقتي وحبيبة قلبي وبحبها كتير. رفيقتي. خلينا نكمل. بس هي مثل اختي يعني. هي مثل أختي.
والله يا حبيب شوف، اذا بنرجع شوي لورا تمام بالزمن هيك شوي بس لورا، بنشوف بالمقاطع اذا شفت تمام بحط لكم اياه بالمونتاج، بنشوف انه صبا قالت لاحمد ابو الرب زي اخوي. انا والبست فريند لو صرنا حراميه. هاي انا وانت. انا بس فريند؟ بس زي اخوي. بس زي اخوي. لا 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 ده كان زمان فكك مني. زي اخوه ما شاء الله تجوزوه، عين الله عليهم. تمام، واذا بنرجع شوي تاني كمان بالزمن هيك شوي لورا، بنشوف انه شيرين وسما مروه كمان قالوا زي اخوي وزي اختي وزي اخوي وزي اختي وزي صديقي، بالاخير خطبوا. انا هي بنت جننتني ما اتحملها يا اخت. هي؟ ايه بدها تصير اخوها. يعني ما بعرف من بعد اوسي وشيري ما بقى نوثق حدا يقول انه هي زي اختي حبيبتي، ما بنصدق شي نحن. تمام، خلينا نشوف مقابلة مع قمر الطائي تحكي عن خطوبة. تمام، قمر الطائي تحسم الجدل حول علاقتها بالمغني الشامي. أخيرا كشفتها قمر. هل أنا حابة أتزوج؟ صراحة حاليا كل قمر الطائي تكشف حقيقة علاقتها بالشامي وخطوبتها القريبة ورفضها للزواج حاليا. ليش صغيرة بعدني عن الموضوع؟ الحمد لله يا رب اللي جابتك. هل يوجد أحد بحياتي؟ ممكن يكون أكو أحد بحياتي، بس أنا من النوع اللي ما راح أحكي عن الموضوع لحد ما يصير رسمي. فخطوبة ممكن قريبا، ما أقول لا. بس زواج أنا بعيدة عن الزواج لأنه بعد عندي وايد أشياء بدي أحققهن، وايد أتقيد. هل الخطيب المستقبلي بالسوشيال ميديا أو لا؟ غالبا ما راح يكون بالسوشيال ميديا، بالأخير الله أعلم طبعا. حسب رغبة الزوج. اوكي. أنا أفضل إنه يطلع بس ما يتقسم الكونتنت عائلي، ترى كل المحتوى العائلي بالسوشيال ميديا مثل أنس وأصالة وهواي يوتيوبرز ثانيين، بس خلينا نقول أغلبهم بلشوا هيك وهم يحبون هذا المحتوى. أنا عن نفسي أحب محتواي وحدي وأحب علاقتي تكون بعيدة، وممكن يعني إذا الله أراد وإذا كان شخص بالسوشيال ميديا ممكن هالشيء يتغير. هل قمر الطائي في علاقة حب مع الشامي؟ أول شيء نوجه له تحية أكيد. عبود واحد من أعز أصدقائي يعني، وإحنا هواية يعني close friends هواية كنا نطلع وهيجي، بس كعلاقة حب لا يعني هو صديق. شلون صرنا أصدقاء أنا والشامي؟ أتذكر أول تمام، علاقة حب لا، بس مجرد هو صديق. اوسي وشيرين. يا جماعة بعد اوسي وشيرين مستحيل نصدق. تمام، لا تصدقوا اي اشاعة بيطلع. تمام، حتى بين انه اذا الشامي وقمر الطائي او ان كان مين كان يكون على السوشيال ميديا. تمام، بين طرفين، بين انه الشاب والبنت صانع وصانعة المحتوى. تمام، لا تصدقوا اشي اذا ما صار رسميا. تمام، بالرسمي اذا ما نزلوا لا تصدقوا اشي. خلينا بس نكمل الفيديو. مرة كنت فاتحة لايف تيك توك دا اسولف ويا المتابعين، وكلهم كتبوا لي الشامي طالبك. at the same time هو كان فاتح لايف هم على تيك توك والناس يكتبوا له قمر طالبتك. الناس اللي عملت انا ما كنت عارفة سامعة بيه بس قلل من الناس يا ناس، ليه عم تعملوا هالقصة يعني عم تعملوا هالقصة وبتسوي إثارة جدل وعم تسوي مشاكل، ما بصير. ما عارفة، هو نفس الشيء سامع بيه بس ما يعرفني. فضفنا بعض وطلعنا جس سوا، وطلع انه لا هو طالبني ولا انا طالبته. فسولفنا صرنا اصدقاء، ضافني وضفته، بعدين رجعنا ضفنا بعض على الانستغرام، واول مرة نتشافنا كانت بدبي وصرنا اصدقاء. يا جماعة بعد التغريدة اللي قرأناها تمام تبع خطوبة شامي ولين شموت، شامي كانوا نزل كتاب على الانستغرام انه في خبر تاريخي بهاليومين، شو برأيكم هو؟ ما بنعرف، ممكن يكون غنية، ممكن يكون حفلة خطوبة بس غير قمر طائي، ممكن يكون مع قمر الطائي، ما بنعرف شيء. وبنتمنى لشامي تمام كل شيء، يعني شامي مثل ما قلنا انه هو زلمة تعب كثير بحياته لحتى وصل اللي بده اياه. تمام، وقمر طائي نفس الشيء، يعني قمر طائي كان بفريق نورمال ب 2017 ب 2018 شهرت هي مع نورمال طريق فيديوهات التيك توك. تمام، بعدها صار مشاكل بيناتهم وزادي فرط الفريق نورمال وكان اسمه فريق الجلادين اللي على وقتها حرفيا تمام كان اقوى فريق الجلادين، حتى صار يسووا عليه غنية. رسالة للمتزوجين، ما بعرف ايش له علاقة، ولكن حرفيا انا شفت كمان صادفت كم مشكلة متزوجين جداد وبسووا مشاكل انه شوف حياة اللي بالسوشيال ميديا المشاهير شلون ونحن شلون. طبعا يا جماعة هي كلها كذبة.
تمام. هي مجرد اغراء المشاهدين. هسه انا فيني هلا بصوره مسطره تمام وبكلمتين اقسم بالله انه صار لي كم يوم، صار لي اسبوع بدي اصور هاي المقطع ومع افضل تمام. بكون انا بيرك ما عندي شيء كمان بطلع هيك على الكاميرا بقول يلا بعدين مالي نفس اصور تمام. ان شاء الله بنتحسن لبما اشوفها ظبط ممكن اظبط سيت اب تمام نصور فيها المقاطع وممكن نسوي فلوجات وما فلوجات ويلا سلام.